الحياة حلوة بس نفهمها. دايما حياتنا ساعات كتيرة جدا بيبقى فيها نوع من أنواع اللخبطة. دايما بناخد قرارات وما بنعملهاش خالص. كم واحد فينا خد قرار في عيد ميلاده ان هو في يوم العيد ميلادي انا خلاص هغير حياتي. امتى في رمضان قلنا ان احنا رمضان ده خلاص هنبقى بداية جديدة. عايزه اقول ان احنا في حاجات كتيره جدا في حياتنا بناخدها بس ما بنعرفش. يعني ساعات مثلا نقول انا اول الشهر هبتدي رجيم، انا اول الشهر خلاص هغير كل علاقاتي بالناس السلبيه اللي في حياتي، انا لازم اغير شغلي لان شغلي ده مش لاقي نفسي فيه. حاجات كتيره جدا بنفضل نوعد نفسنا وبنبقى وقت الضغط واخدين القرار. بعد ما الضغط بيروح وبعد ما بنهدى خالص بنقول خلاص مش مشكله، ما هي ماشيه وحياتنا ماشيه. اللي نجحوا في الدنيا كلها ما عملوش زينا. اللي نجحوا في الدنيا خدوا القرار وقرروا انهم ينجحوا ويغيروا. دايما بنفتكر ان الحياة هي اللي صعبة، ولكن الحقيقة لا، الحياة مش صعبة، احنا اللي المفروض نزداد قوة. الحياة زي ما هي فيها شوية فوق وشوية تحت. اهم حاجة ان احنا نعرف بس نعيشها ازاي وازاي نتعامل معاها وازاي نتكيف مع كل الصعوبات اللي فيها. الكلام ده مش لازم يبقى الفيلسوف لحد فيلسوف او لحد متعلم على اعلى درجات والشهادات، ولا ممكن يكون حد واخد لازم شهادة في التنمية البشرية والاشياء اللي انتوا عارفينها او بتحضروها دلوقتي في حياتنا. لكن ممكن اي انسان طبيعي يعملها. والاكتر ناس بتعرف تعيش الحياة الحلوة هي ابسط ناس في الدنيا، علشان عايشين بالرضا. مفتاح سر الحياة الحلوة هو الرضا. بصوا لأبسط ناس في الدنيا حوالينا وانتوا هتعرفوا ان هم اسعد ناس حوالينا في الحياة. يبقى سر الحياة الحلوة هي البساطة. الحياة حلوة بس نفهمها. مصر من تاني معاكم في سلسلة جديدة، وأول حلقة في هذه السلسلة الحياة حلوة. الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة غنوة محلى أنغامها. الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة غنوة محلى أنغامها. ارقصوا غنوا وانسوا همومها. دي الحياة حلوة، دي الحياة حلوة، دي الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة حلوة الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة حلوة الحياة وردة للي يرعاها. دي الحياة مرة واحدة نحيا. الحياة وردة للي يرعاها. الحياة مرة واحدة نحيا. فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها. فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها. ليه نضيعها؟ دي الحياة حلوة. الحياة حلوة، الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة حلوة محلى أنغامها. الحياة حلوة قوي بس اللي يفهمها، وهو ده فكرة البرنامج، ان احنا نحاول نفهمها. كل مرة الصبح كده يوم الحد برمجوا نفسكم معانا ان احنا نصحى الصبح الساعة 11:30 نفتح المصرية نتفرج على الحياة حلوة ونشوف الخبراء والضيوف المتميزين جدا اللي بيجوا بينورونا في استوديو المصرية يفهمونا نفهم الحياة ازاي عشان تبقى الحياة حلوة. كل واحد في مكانه اكيد حياته هتبقى حلوة بس يفهم ازاي تحلو حياته. النهارده الخبيره الجميله اللي هتعرفنا الحياه حلوه ازاي ونفهمها ازاي منى القصاص. اهلا بحضرتك، خبيره التنميه البشريه والكاتبه والصحفيه. اهلا بيكي. اهلا بيكي.
وطبعا يعني سلسله طويله جدا من كورسات ودورات تدريبيه للشباب ومريدينك في فهم ابدا ازاي صفحه جديده. يعني دايما هي دي المشكله، انا عايز ابدا صفحه جديده وبعدين يا ما بنبداش يا ما تفضل بنكملش. الصفحه مفتوحه فاضيه كده ومش عارفه اتوه كده والوص ومش عارفه آه. ابتدي ازاي، يا اما ارجع كما كنت والروتين والحياه ماشيه. يبقى ابتدي ازاي صفحه جديده؟ بورقه وقلم. يعني هي نجيب ورقه وقلم ونكتب فيها وانا عايزه ابقى ايه. بس غالبا احنا دايما بنعمل الموضوع ده، بس بنعملها بشكل يا اما تمني ان انا نفسي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، او زي ما انت قلتي في المقدمه نفسي في رمضان ابقى ملتزم دينيا على طول واستمر على الموضوع ده، ونفسي 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 ونفسي. بس خلينا نحط شويه شروط قبل ما نعمل ده، انه هو انا مصدق ان انا هعرف اعمل ده ولا لا، عشان ما يبقاش بنضيع وقتنا. يعني مش انت الاول لازم تبقى عارف ان انت تعمل ده. نفسي اخلص كليتي، هو احنا ليه دايما بنبص ان انا اخلص كليه بس؟ طب ما تخلص 2 أو 3 أو 4، لانه اللي خلصوا 4 كليات ما بيزيدوش عن اللي خلص كليه واحده في حاجه، الا في حاجه واحده بس، ان هو قرر. هي الصفحه الجديده دي مش مره، واحنا كل يوم بنقرر نعمل صفحه جديده اكتشلي يعني. بس خلينا نقول انه من الاول خالص قبل ما نبدا الصفحه الجديده في حاجات هنعملها. اولا ان انا ابقى عارف ان انا هعمل مجهود ومجهود كبير. تاني حاجه ان انا هتخلى عن حاجات بحبها، ده حقيقي. هتخلى عن انه صحاب بنقعد بالكام ساعه فالساعات دي هتقل. مش معنى كده ان احنا هنقطع الساعات دي، ولكن هتقل. المذاكره بتاخد مجهود، التطوير بياخد مجهود، البحث انك تقعد تدور على الانترنت عن الحاجه اللي انت عايزها ده بياخد مجهود. لو واحد نفسه يمثل، هو حلم حياته بس يمثل، وبعدين طب دور على الانترنت، دور على اليوتيوب، دور على لو انت مش معاك فلوس تاخد كورسات، دور على ان انت مين الممثلين الموجودين على الفيسبوك. بلاش يعني بلاش تروح تدور على ممثلين الفيسبوك وقوي علاقتك بيهم، على المخرجين، وابدا خد خطوه انك تعمل ده. بس احنا دايما بنتمنى وبعدين بيبقى مجرد حلم. هو مش حلم، هو لازم نتحول ده لهدف. فبالتالي الهدف يمكن تحقيقه، نعرف نعمل ده، بس نحدد الهدف. بس يبقى انت عارف انت رايح فين. مش انا نفسي مثلا اعيش كويس. نعم